الغريب ان الموقف اتكرر معايا كذا مره. اتفرج، جت واحده هي وجوزها، تمام؟ فبتقول لي اللب السوبر عندك ايه الدنيا؟ قلت لها زي الفل. قالت لي طب والابيض؟ قلت لها زي الفل. فطبعا كعادتي مسكت الجاروف بدوجها. الله يا ريتني انا الحركه دي عايز ابطلها اصلا. فبتقول لي لا مش عايزه. وحتى طريقه رفضها يا جدعان وحشه. يعني انا مش عارف انا عملت ايه للحريم اصلا عشان يعاملوني كده، ولا البنات دي، ولا ايه الدنيا. والله يعني انا ببقى عادي بديك، تقولي لا مش عايز. في الاخر ماشي، راحت واخده 40 و40. حلو الكلام حلو الكلام. راحت قالت لي طب العرض ده عامل كام؟ قلت لها ب 40 جنيه عليه عرض. قالت لي طب ممكن ادوق الكاجو اشوف طازه ولا مش طازه؟ قلت لها لا مش هينفع. راحت قالت لي ازاي يعني ما هشتري كده وخلاص؟ قلت لها زي ما بقول لك كده مش هينفع حضرتك يعني. طب قالت لي طب عايزه ب 10 جنيه عشان اجرب بس. قلت لها عينيا ليك. رحت مطلع لها حبيتين، مع ان هي المفروض تاخد ازيد، بس عشان تستلوح. بس دقت الاثنين. رحت قالت لي هات ثلاثه. رحت مقابل لها 3 عروض والكلام ده كله. فانا مش عارف يعني انت قلتي لي عايزه ادوق، قلت لي اللب الابيض حلو والسوبر حلو، فانا بدوقك. انت ليه تكسري بخاطري مثلا وتقولي لا لا مش عايزه؟ طب ما كنتيش سالت يا عم اللو. ومش بشخصن المواضيع ومش بكبرها، واخدين بالكم؟ انت لو في الموقف هتعرف احساسك ايه. ماشي، يلا.